السلام عليكم. قبل اي حاجه صلي على النبي. ان شاء الله النهارده هلخص منهى سويت هوم، وطبعا انا لخصته قبل كده، بس السبب ان انا لما كنت فاتح قناه جديده كنت بسجل بسماعات، وطبعا كانت جوده الصوت مش حلوه عكس دلوقتي اللي الحمد لله فيه تحسن في الصوت. كفايه بقى رغي ويلا نبدا. بتبدا قصتنا بشخص اسمه هيون، شخص انطوائي جدا ما بيحبش يطلع من اوضته ابدا، كل هدفه في الحياه قاعد بيلعب على الكمبيوتر، لدرجه اللي امه لما تيجي تكلمه بتبقى واقفه على الباب وبتقول له اللي احنا رايحين خروجه بمناسبه الاجازه، بس هو ما بيرضاش يروح فبيروحوا لوحدهم. ستوب نفهمكم شويه عن الوحوش علشان تبقوا فاهمين القصه. بتبدا قصه الوحوش على جزيره، وبتكون الوحوش مصدرها الاساسي من تجارب الحكومه، وبيصنعوا وحش وبيسموه صفر، وده بيكون ملك الوحوش وعنده قدرات خارقه للطبيعه، وهو اللي بيقدر يحول البشر لوحوش، والوحوش بتقدر تطلع من اجسامها مجسمات، وكل وحش بيبقى عنده قدره خاصه غير التاني، فملك الوحوش بيهرب وبيفضل يحول الناس لوحوش، وده بسبب اللي هو بيخليهم في عالم مليء بالرغبات. يعني مثلا الست دي كان ابنها ميت، فهو بيخليها تعيش مع ابنها وهي سعيده، بس بيكون في عالم كله وهم ومش حقيقي. في المقابل بقى اللي الست دي بتتحول لوحش في العالم الحقيقي، وصفر بيروح الجزيره وبيقابل شخص اسمه جيهوان، وجيهوان كان بيعتبر صفر صديق ليه، فبيقرر يسمع كلامه وما بيرضاش يحول ناس لوحوش. وبيكون في شخصيه اسمها واحد، وكان هدفه اللي هو ياخد قوه ملك الوحوش، وبيستطيع ياخدها وبيحس بقوه كبيره جدا بداخله، وبيبقى هدفه اصلا اباده البشريه، وده طبعا علشان هو شايف ان البشر ما يستحقوش اللي هم يعيشوا، وده عشان هم كائنات ضعفاء، فبيقرر يحول كل العالم لوحوش ويبدا عالم جديد مليء بالوحوش. فبيكون متنكر بشخصيه بنت، وبيحول السواق ده لوحش، فالسواق كان ماشي بيلاقي مناخيره بتخر في دم، ودي من اعراض الوحوش، فما بيعرفش يسوق وبيخبط في عربيه، والعربيه دي بتكون عيله هيون. ولو انت عاوز تعرف القصه دي بالتفصيل هتلاقيني سايب لك الملخص في الوصف، وده اصلا ملخص شوت جان بوي اللي يعتبر الموسم الاول من سويت هوم. فبتموت عائله هيون وبيقرر يسكن في عماره، وبيبيع بيت اهله، وده طبعا علشان يوفر فلوس، فبيقابل بتاع الامن وبيتعرف عليه، وبعد كده بنلاقي اللي بتاع الامن بيطلع دم من مناخيره، وده معناه اللي هو جواه وحش، فهيون بيبقى فاقد الامل خالص، وبيكون عاوز اقرأوها انتم علشان الفيديو ما يتمسحش. فبيجي تاني يوم وبيقابل واحده جميله، وهي ماشيه بتقول انا جعانه ليه كده، فبيستناها تيجي وبيسمعها، وبيعرف اللي هي عندها قطه، فكان قاعد على الكمبيوتر بيلاقي واحده بتعزف بصوت عالي وبتكون اسمها جيوس، فبيجي يبلغ الامن بس بيلاقي مفيش حد بيرد عليه، وبيكون في شخص عاوز يطلع السطح علشان يشرب سجاير، بس بيلاقي الباب مقفول، وبنعرف اللي اسمه ووك. فبيجي تاني يوم وهيون كان نايم، فبيجي له رساله من بتاع الدليفري وبيقول له اللي هو ما لقاش حد فتح له، فساب له الطلبات بره، فبيجي علشان ياخدها بيلاقي حد واخد منها، وبيعرف اللي خد الطلبات هي نفس البنت اللي شافها، فبيجي يدخل علشان يشوف خدت الطلبات ليه، فبيلاقي صوت قرمشه وحد بياكل من حاجته، فمره واحده بيلاقي الطوق بتاع القطه وبيكون مليء بالدماء، والمشكله اللي بتاخده ايد مرعبه حرفيا. هيون بيقول انا لازم امشي من هنا بسرعه، وبيجي يرجع بيدوس على كيس وبيعمل صوت، فبتسمعه بتقول بصوت مرعب انا سمعت حد. حرفيا هيون بياخد بعضه وبيجري وبيستخبى تحت السرير، وبيقول مستحيل الايد اللي انا شفتها دي تكون ايد انسان طبيعي، فبيلاقي حد بيخبط عليه، وبيعرف من الكاميرات اللي هي البنت اللي ساكنه جنبه، وبتقول له اللي هي عاوزه مساعده، وبتقول له اللي هي وصلت البيت لقت البيت مكركب والقطه بتاعتي حد قتلها، فبيقول لها اطلبي مساعده من بتاع الامن، وبيقول لها لو عاوزاني افتح لك وريني ايديكي، فبتتعصب عليه وبتقول له افتح ده انا جعانه. حرفيا هيون بيتصدم وبيلاقي البنت بتعزف فوق، فالوحش طبعا بيسمعها وبيطلع فوق، وبالله صاحبنا ابن المجنونه بيفك المقشه وبيطلع بره، بس طبعا بتكون هي طلعت، فبيلاقي صوت حد داخل عليه وبيطلع ووك، فبيسلم عليه وبيقول له مش انت اللي لسه ساكن جديد، وبيجي يبص بيلاقي دم وراه، لا مش كده وبس ده بيلاقي الدنيا مكركبه، فبيقول له هو ايه اللي حصل هنا بالظبط، فهيون بيقول له انت شفت الوحش، فوك بيضحك وبيفتكر اللي هيون بيهزر معاه، ولسه راح يهزر معاه وبيرفع ايده بيلاقي هيون مناخيره بتنزل دم وبيغمى عليه، يعني هيون جواه وحش. فهيون بيصحى بيلاقي نفسه على السرير، وطبعا بيبقى ووك هو اللي نقله، فبيصحى وبيفتكر اللي هو فيه ده كان حلم، وبيجي يقعد على الكمبيوتر بيلاقي اللعبه بتاعته مش راضيه تشتغل، فبيقرر يدخل تطبيق عامل زي الفيسبوك، وبيلاقي الدنيا كلها بتتكلم على مرض الوحوش اللي هو بيكون اسمه المونسترزيش. بتقول ايه؟ لا ثواني يا جماعه اقولها المونسترزيش. يا عم الحاج يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام. بص اقرأوها انتم احسن. فبيبص من الشباك وبيعرف ان الدنيا كلها في دمار، وده طبعا بسبب الوحوش، فبيقول يعني كل اللي انا شفته ده ما كانش حلو، ومناخيره بتخر في دمه وبيغمى عليه تاني. فطبعا الوحش بيطلع عند جيوس وبيفضل يخبط على الباب بكل قوته، وبتفضل تقول اللي هي جعانه، فجيوس بتمسك المضرب وبتهددها بيها، فبنلاقي الصوت بيهدى وبتمشي، فوك فضل يتتبع اثار الدم لغايه اما طلع عند جيوس، وبنعرف ان الوحش رمى نفسه من الشباك، فجيوس بتقول له كان في وحش قاعد يخبط على
الباب. بس ووك طبعا ما كانش مصدق، فبيقول لها اوعي كده وبيضرب الباب بكل قوته. فبيبص على مكان الضربه بتاعته وبيبص على مكان ضربه الوحش وبيقول مستحيل الضربه دي تكون ضربه انسان طبيعي. فبيحاولوا يتصلوا باي حد بس ما فيش شبكه. ودي معلومه جديده ان لما يكون في وحوش جنبك ما بيكونش فيه شبكه. بس طبعا ووك ما يعرفش، فبيقول لجيوس خليكي انت هنا وانا انزل اجيب مساعده. وبيكونوا حرفيا كل سكان العماره متجمعين، وده طبعا علشان بتاع الامن قفل كل الابواب بتاعه العماره. فوك بيوصل وبيقابل واحده وبنعرف اللي اسمها يون. فبيجي شخص وبنعرف اللي اسمه هيوك، وده شخص ذكي جدا. فبيمسك طفايه الحريق وبيضربها في الباب، وعلى طول ما بيستنوش وبيفتحوا كل الابواب. وبنعرف اللي هيوك ويون اخوات، فالبيبان كلها كانت بتتفتح وبيلاقوا شخص غريب وبنعرف اللي هو وحش. وبالله مره واحده بيطلع لسانه وبيكسر الازاز. فبالله هيوك بيقول اقفلوا الابواب بسرعه. بس بعد ايه الوحش بيكون دخل، وعلى طول بيمسك واحد وحرفيا بيشفطه زي العصير، ما بيخليش فيه نقطه دم. لا المشكله اللي هو بيقول انا عاوز المزيد. فبالله هيوك فتح طفايه الحريق وبيحاول يخرجه بره، وبيقول لهم لما اقول لكم اقفلوا الباب ابقى اقفلوه. وبالفعل بيقدر يخرجه بره وبيقول لهم اقفلوه دلوقتي. بس المشكله اللي طفايه الحريق خلصت والوحش لسه رايح يهجم على هيوك، بنلاقي ووك دخل فيه بكتفه وخرجه بره والباب خلاص هيتقفل. بس بيدخل في اخر ثانيه ومش بيلاقوا وحش واحد، ده بيلاقوا مئات الوحوش. وبيعرفوا ليه دلوقتي بتاع الامن قفل كل الابواب. فجويس بتقول هو ووك اتاخر ليه، وبتروح علشان تشوفه. وبيجي تاني يوم وهيوم بيصحى وبيعرف اللي هو فيه ده مش حلم. فبيقعد على الكمبيوتر وبيعرف ان الدنيا مقلوبه كلها على موضوع الوحوش. وبيلاقي الرئيس بتاعهم بيتكلم وبيقول ان الوحوش بقت في كل العالم وقربت تنقرض البشريه. وبالله الرئيس مناخيره بتخر في دمه وبيغمى عليه، وطبعا بنعرف اللي جواه وحش. فهيون بيلاقي نفسه جعان فبيفتكر الاكل اللي بره وبيقرر يطلع يجيبه. ولسه راح يفتح الباب بيلاقي حد بيفتح عليه وبيطلع وحش بنص دماغ. حرفيا هيون بيتصدم، والمشكله اللي هو بيقول انا سمعت حد جوه، وبيدخل وبيقفل الباب وراه. وده طبعا علشان هيون ما يطلعش. فهيون بيعرف اللي هو ما بيشوفش، فبيقول هيبقى من السهل عليا قتله. وبيجي يمسك المقشه وبيستعد اللي هو يقتله، بنلاقي التليفون بتاع هيون بيشحن 100 وطبعا بيعمل صوت. فالوحش على طول ما بيستناش وبيضرب في مكان التليفون وبيطلع حرفيا حاجات عامله زي الاشواك. لو هيون اتحرك قبل التليفون حرفيا كان هيموت. فبيقرر يدخل يستخبى في الحمام. فبيجي يعمل حمام الوحش بيسمعه وبيقول انا سمعت حد جوه. فبيضرب المخالب بتاعته وحرفيا لو هيون اتحرك هيموت. بعد كده بيرجعها تاني وبيطلع بره البيت. فهيون بيطلع وراه وبيروح يجيب اكل وبيدخل تاني. وبعد ما بياكل بيجي يبص من الشباك بيلاقي وحش تحت بعيون كبيره. فبيجي يقعد على الكمبيوتر بيلاقي صوت عند الشباك. فبيجي يبص بيلاقي الوحش بس ما بيعملوش حاجه وبيمشي تاني. وبنعرف اللي هيون عاوز يقتل نفسه يوم 25. واكيد بتسال نفسك ليه يوم 25 بالتحديد؟ ده بقى علشان يتفرج على الانمي بتاعه. انت بتهزر يا ابني؟ والله العظيم ده عيل تافه. فبيقرر يدخل صفحة اللعبة وبيقول هو في حد عايش؟ فبيرد عليه واحد وبيقول له انا. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبنعرف ان الشخص ده ساكن في عمارة. وبيقول لهيون اللي احنا مش هنستنى الحكومة تيجي تنقذنا وهننقذ نفسنا. وبيقول له اللي احنا جمعنا كل سكان العمارة علشان نتعاون مع بعض، بس مفيش حد فينا عارف ينزل تحت، وده بسبب الوحش اللي بعين كبيرة. فهيون بيفتكر اللي هو قابل الوحش ده. فبنعرف ان الناس دولت مع هيون في العمارة وبيكون بيكلم هيوك، ودول الناس اللي بيتكلم عليهم وهم دلوقتي في الدور التاني وهيون في الدور ال14. وبيجي تاني يوم وبيسمع صوت حد بيتكلم من الشباك. فبيجي يبص بيلاقي اب مع اولاده، وبنعرف اللي هو عاوز ينزل تحت علشان يجيب لهم اكل. بس هيون بيجي يبص تحت بيلاقي الوحش. فبيقول له خلي بالك في وحش تحتيك. يا دوبك لسه بيبص جنبه بيلاقيه في وشه. فطبعا بيترعب منه وبيفضل يتحرك والحبل بيتقطع وبيقع. فالعيال طبعا بيعملوا صوت وبيفضلوا يعيطوا، والوحش طبعا بيروح عليهم. فبالله هيون جاب شاشه الكمبيوتر وحدفها عليه. حرفيا الوحش بيسيبهم وبيطلع لهيون. فهيون بيجري علشان يجيب المقشه وبيستنى الوحش يجي فبيضربه بس ما بتجيش فيه. لا وكمان الوحش بيخنقه. حرفيا هيون ما كانش قادر يتنفس فبيضرب العصايه في عينه، وطبعا الوحش بيسيبه فبينط عليه وبيدخل العصايه في عينه. ويا دوبك لسه بياخد نفسه بيلاقي الوحش بيتحرك تاني. لا والمصيبه اللي هو بيكون اكبر واقوى. حرفيا هيون فقد الامل وبيجي يهجم عليه بيسمع صوت بندقيه. فبيلاقي اللي حد ضرب الوحش من الشباك. فبيجي يشوف مين، بيلاقي الراجل اللي ساكن جنبه وبيكون اسمه دوسك. فبيقول له خلي بالك علشان الوحوش سمعوا ضرب النار وجايين. وبالفعل بنلاقي الوحش بنص دماغ طلع لهم. فالاطفال كانوا زعلانين على ابوهم. فدوسك بيقول له تعالى علشان ننقذ الاطفال. وبالفعل هيون بيجهز نفسه وبيعرف من ديسوك ما بيكونش فيه شبكه لما يكون فيه وحش جنبك. فبيقرر ياخد معاه التليفون، وهو ماشي بيقابل الوحش ابو نص دماغ. بس بيعرف ان ده مش حقيقي، ده كل ده من مخيلته بس، علشان كان زمان التليفون رن. وده طبعا عشان هو جواه وحش. وبيوصل
عند دوسك، وبنعرف اللي رجله مقطوعه، وبنعرف اللي هو بيخزن اكل كتير علشان ما بينزلش. فبيقول لهيون خلي بالك عشان اللي في ايدك دي مش هتعمل حاجه للوحش. وبيقول له ده في واحد قطع نص دماغ الوحش وما ماتش. فبياخد العصايه بتاعته وبيفضل يتطور فيها وبيخليها عصايه كهربائيه، يعني هيون لما يدوس على الزرار هتطلع كهرباء. فهيون بيفرح ان بقى معاه حاجه بتقتل الوحوش. فدي سك بيقول له دي ما بتقتلش الوحوش، ده انت هتكهرب الوحش علشان تعرف تجري. وبعد كده بيروح هيون وراح عند الاسانسير، بس بيلاقيه مش شغال، وبيلاقي التليفون بتاعه بيرن، وده معناه اللي فيه وحش جنبه. وبيطلع الوحش ابو نص دماغ. فهيون بيستخبى جوه الاسانسير، والوحش وهو معدي بيقول له انا سمعتك، بس هيون بيضربه بالعصايه وبيكهربه وبيستغل ده وبيجري. بس المشكله ان الوحش بيسمع خطوات رجله وبالفعل بيهجم عليه، بس هيون بينط وبيتفاداها. فهيون بتجيله فكره وبيمسك ازازه وبيرميها الناحيه الثانيه، فطبعا بتتكسر وبتعمل صوت، والوحش بيهجم عليها. فهيون بيستغل ده وبيضربه بالعصايه. حرفيا الوحش بيصرخ من كتر الكهرباء وبيغمى عليه. فهيون حاليا في الدور ال14 والاطفال في الدور ال12. فلسه راح ينزل لهم بيلاقي ايد على كتفه وبيلاقي الشخص شبهه بالظبط. ده بقى الوحش اللي جواه، وبيبقى من مخيله هيون بس، وبيفضل يعرض عليه رغبات، ولو هيون اختار رغبته هيتحول لوحش. يعني كل الموضوع عاوز اراده قويه. واخيرا بيوصل للدور ال12 ولسه بيدخل بيلاقي وحش عملاق، واكيد بنعرف ان الوحش ده رغبته يبقى راجل قوي، فعشان كده اتحول لوحش عملاق. وهو ماشي قاعد يقول بروتين، وبنلاقيه بيدخل اوضه وبياكل في حد حرفيا. فهيون بيستغل ده وبيدخل عند الاطفال وبيلاقي قدامه وحش شبه مختفي، والوحش بيساله سؤال غريب بيقول له هل تراني؟ فهيون بيقول له ايوه اراك. حرفيا بنلاقي الوحش مسك هيون ورماه وبيعيد له السؤال تاني هل تراني؟ فهيون بيفتكر اللي هو قتل الاطفال، فبيقول له فين الاطفال؟ بس الوحش ما بيردش عليه وبيمشي. وهيون بيلاقي الاطفال كانوا مستخبيين جوه الحمام. فبنلاقي الطفل بيقول لهيون ابويا وقع من الشباك، وبيقول له انزل جيبه علشان الوحوش ما تاذوهوش. فبنلاقي هيون بيقول له ده وقع من الدور ال12 مستحيل هيكون عايش. فبالله حرفيا الولد بيعيط واخته بتعيط معاه. فهيون بيحاول يحفزهم وبيقول لهم اللي انا عارف شخص عنده اكل كتير، وبالفعل بيبداوا يتحركوا وبيسمعوا الوحش العملاق لسه بياكل في الشخص، وهم دلوقتي في الدور ال12 ولازم يطلعوا للدور ال14. فهيون بيلاقي حد بيكلمه وبيقول له ما هي رغبتك، وبيكون الوحش اللي جواه قرب يسيطر على هيون، وحرفيا هيون بدا يتحول لوحش. فالوحش بيقول له ما هي رغبتك، وطبعا لو اختار رغبته هيتحول لوحش. فبيقول له رغبتي اللي انا اشوف الحلقه الاخيره من المسلسل بتاعي. ايه ده؟ حرفيا الوحش بيسمع كده وبيسيبه. فالاطفال بيسالوه هو انت هتتحول لوحش؟ فبيقول لهم ليس بعد. فبيسمعوا خطوات داخله عليهم، ويوم بيلاقي التليفون بيرن، وده معناه اللي فيه وحش جنبه، وبالفعل بيطلع الوحش العملاق على طول ما بيستناش وبيهجم على هيون. بس هيون بينزل تحت، وده طبعا عشان الوحش يجي عليه وما يجيش عند الاطفال، بس الاطفال بيعملوا صوت والوحش بيروح عليهم. فهيون بيعرف اللي هو رغبته يبقى راجل قوي، فالناس اللي زي دي بيهتموا بسمعتهم. فهيون بيفضل يشتم فيه وبيقول له انت ضعيف انت ولا حاجه. فالوحش بيتعصب وبينط على هيون وبيجي يضربه، بس هيون بيتفاداها. حرفيا لو جت فيه هيون كان هيتفعص. فجيوس بتسمع صوت الوحش وبتقول لشخص كان معاها اللي هي سمعت صوت، وبيعرفوا اللي فيه شخص في ورطه مع وحش، فبيقرروا يروحوا يساعدوه. وبيجي لنا فلاش باك لجيوس لما كانت مع هيون، فبتقرر تروح تشوف ووك اتاخر ليه. فهي نازله على السلم بتقابل وحش وكان بيكلم نفسه، فبتقرر تنزل وما تهتمش بيه، بس الوحش بيبص لها وبيهجم عليها، بس جيوس بتضربه بالمضرب وبيبدا يتحول تاني لانسان، وده طبعا عشان هو لسه في بدايه تحوله لوحش جديد. فجيوس بتيجي تطمن عليه، فبيجي لها واحد وبيقول لها ما تقربيش الوحش ده خطير. فبيكون الوحش قام وكان رايح يهجم على جيوس، بس الراجل ابو السيف ضربه وقسم دماغه. وايوه بالظبط ده الوحش ابو نص دماغ. فبالله الراجل ابو السيف وصل عند هيون وضرب الوحش العملاق، وبيستغلوا ان هو مصاب وبينقذوا هيون وبيجروا، وبيعرفوا ان هيون جواه وحش علشان من اعراض مرض الوحوش اللي هو بيدوخ كتير. وجيوس كانت عاوزه تقتله قبل ما يتحول لوحش، بس بيترجاهم وبيقول لهم اللي هو لازم ينقذ الاطفال، والاطفال في خطر دلوقتي. فجيوس بتساله الاطفال دولت كانوا عندهم اب؟ فبيقول لها ابوهم وقع من الدور ال12، وبيكون الاطفال قاعدين وخايفين. فبيلاقي الوحش بنص دماغ دخل عليهم، فبتفتكر لما هيون قال لها اللي فيه وحش ما بيشوفش، فما بيردوش يطلعوا صوت، وبالفعل الوحش بيسيبهم وبيمشي. ولسه رايحين يطلعوا عند دي صوت، بيسمعوا صوت خطوات الرجل، وايوه بالظبط بيطلع الوحش العملاق ولسه بيقول بروتين ويدخل عليهم. بالله الوحش بنص دماغ
هجم على الوحش العملاق. وفي الطبيعي الوحوش ما بيهاجموش بعض، بس عشان الوحش بنص دماغ ده ما بيشوفش وحرفيا بيدب الاشواك فيه، فالوحش العملاق بيتعصب وبيشده. فالاطفال بيستغلوا ده وبيطلعوا فوق في الدور ال15 وبيفضلوا يدوروا على اي حد يساعدهم بس ما بيلاقوش، وبيسمعوا صوت حد داخل عليهم وبيطلع الوحش العملاق وبيكون حرفيا فشخ الوحش بنص دماغ وبيرميه من الشباك وبيبص عليهم وبيقول بروتين، وبيبقى داخل عليهم بس بنلاقي ست معديه وبتكون معاها عربيه اطفال، فبتقول للوحش سيبهم دولت اطفال. حرفيا الوحش بيشوطها زي الكوره وبنلاحظ ان دراعها اتكسر، وركزوا في الحته دي علشان انا احتاجها. وبنلاحظ ان عربيه الاطفال كانت فاضيه، فوهو معدي بيدوس عليها، حرفيا الست بتتصدم وبيجي لنا فلاش باك ليها وبنعرف اللي بنتها ماتت في حادث عربيه، بس هي مش عارفه تتقبل الامر ومقتنعه ان بنتها عايشه، فبتيجي تبص على الطفله بتاعتها بتلاقيها، وطبعا كل ده في مخيلتها وبس. فالوحش بيلاقي الست قدامه وبيبقى عاوز يخلص منها، بس هيون واللي معاه بيوصلوا والوحش بيضربها في وشها، فهيون بيقول للاطفال تعالوا عندنا، وبنلاقي اللي الوحش جاي عليهم ولسه راح يهجم عليهم بنلاقي الست نطت على الوحش. يعني بنعرف ان الست دي كانت جواها وحش. وفاكرين لما قلت لكم ان دراعها اتكسر اتعالج تاني، وحرفيا بتكون متعصبه في الوحش وقاعده تدب في مخالبها، فجيز بتقول لهيون خد الاطفال وروح عند ديسوك، وبالفعل بيروح. فبالله الوحش اتعصب ورمى الست على الحيطه، فبالله الراجل ابو سيف بيقول ان انا هبعد الوحش وانتي اهتمي بالست، فبيفضل يشتم الوحش والوحش طبعا بيتعصب وبيجري وراه، فبيفضل يجري وبيبقى عاوز يوديه عند الشباك، فبتجيله فكره وبيقف عند الشباك، وطبعا الخنزير ده لسه مكمل جري فبيجي يهجم عليه بس بيتفاداه والوحش بيقع من الشباك. فجيوس كانت خايفه من الست بس بتلاقيها بتتحول لانسان تاني وبتسالها فين الاطفال، وبيكون هيون والاطفال وصلوا عند ديسوك، وهيون بيقول لديسوك اللي فيه ناس كانوا بيساعدوني وكنا بنواجه الوحش العملاق، فديسوك بيقول له ان مفيش صوت دلوقتي، وبالفعل بنلاقي ان حد بيخبط عليهم وبيطلعوا هم، فالراجل ابو سيف بيقول ان هم يقولوا في التلفزيون اخبار عن الوحوش، وبالفعل بيفتحوا التلفزيون بيلاقوا مذيع بيسال عالم متخصص في موضوع الوحوش، فبيقول له ازاي نقدر نقتل الوحوش، فبيقول له اول طريقه قبل ما يتحولوا تحول كامل زي البنت اللي هيون لقاها في اول القصه كانت لسه ما تحولتش تحول كامل وكانت من السهل قتلها، وبيقول له لو قطعت اي جزء من الوحش بيطلع تاني ما عدا دماغهم زي الوحش ابو نص دماغ، وده نفس اللي حصل مع الست دي لما دراعها اتكسر رجع تاني طبيعي، وده طبعا عشان هي جواها وحش. وبيقول له الطريقه الثانيه هي النار او الكهرباء، وبيقول لهم لو في حد متصاب عندكم اقتلوه قبل ما يتحول لوحش كامل، فبالله هيون بيقول لهم انا متصاب وقبل ما اتحول تحول كامل اقتلوني، فجيز بتقول له اي حد فينا يمكن يتحول لوحش يعني كلنا في مركب واحد، وبالله الوحش بنص دماغ لسه ما ماتش وبنلاقي بنت جنبه ميته، ودي اللي احنا شفناها في اول القصه وهي لما وقعت ماتت عشان ما تحولتش تحول كامل، فالوحش بيلاقي صوت في الدور الرابع فبيطلع لهم وبنلاقي ووك ويون وبيعرفوا ان الوحش ده ما بيشوفش، فلسه ووك بيقول لها ارجعي لورا علشان ده خطر، فالوحش بيحدد مكانه من صوته وبيجي يهجم عليه بس ووك بيتفاداه وبيضربه في جنبه، وبعد كده بيديله بالبنيه في وشه وحرفيا بيطير، وبيقول ليون هات البنزين وبياخد البنزين وبيدلقه على الوحش، وده طبعا عشان هم عرفوا ان نقطه ضعف الوحوش هي النار او الكهرباء، ويون بتولع فيه حرفيا، واخيرا بنخلص من الوحش ابو نص دماغ وبيوصلوا باقي سكان العماره، وبنعرف ان هيوك هو قائدهم رغم اللي هو عنده 18 سنه بس عشان اذكى واحد فيهم، وبنعرف اللي هم في الدور الرابع ولما يخلصوا دور بيعملوا عليه دايره اللي هو كده ما فيهوش وحوش ولا بشر وهم عاوزين ينقذوا كل سكان العماره، وبيجي تاني يوم وبنعرف ان ديسوك طور من اسلحتهم يعني خلى مضرب جيوس فيه اشواك وصنع لابو سيف درع، وبنعرف اللي هم عاوزين يخرجوا بره العماره، فديسوك بيقول لهم اللي هنا امان اكتر من بره عشان الوحوش في كل العالم بس هم كانوا مصممين، فهيون بيقرر يروح معاهم وبيودع الاطفال وبيروحوا، فهيون بيقول لهم اللي ديسوك عنده حق ان بره اخطر من هنا بكتير، بره هيكون في وحوش احنا ما نعرفش حاجه عنها، وبيقول لهم اللي انا كلمت واحد واسمه هيوك وعرفت اللي هو معانا في العماره ومعاه سكان العماره وهدفهم اللي هم ينقذوا سكان العماره، وبنعرف ان الوحش العملاق لسه عايش وحرفيا كان متعصب قوي منهم، وبيقرروا يروحوا عند هيوك واللي معاه وهم حاليا في الدور التاسع، فبيلاقوا حد ميت وجيوس بتعرف اللي هو لسه ميت دلوقتي وده طبعا علشان جسمه سخن، فجيوس بتلاقي اللي التليفون بتاعها بيرن وده معناه اللي فيه وحش جنبها، وبالفعل بنلاقي وحش حرفيا ب100 رجل وبيبقى طالع بسرعه كبيره، فبيشوف الراجل اللي ميت قدام الباب حرفيا بيمسكه وبيقطعه 100 حته، وحرفيا هيون واللي معاه مش راضيين يطلعوا النفس حتى، فبنلاقي هيون معطس وطبعا بيعمل صوت وبيجي يبص جنبه بيلاقي الوحش في وشه. وبس كده خلص معانا الجزء الاول من سويت هوم، وانا والله بقفل معاكم من هنا وببدا في الجزء الثاني، فما تنساش تصلي على النبي وتقول رايك في الفيديو وتحط لايك واشتراك، ويلا سلام.